بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنا أعزائي ومتابعي موقع صدى البلد في كل مكان من خلال قرية الملاحة التابعة لقرية ترسا مركز سنوز محافظة الفيوم، في منزل بسيط ومتواضع ترقد الطالبة أميرة محمود أحمد، الطالبة بالصف الخامس بمدرسة. أميرة ذهبت إلى المدرسة أمس كعادتها مثل كل يوم، وفوجئت بعد انهاء طابور الصباح بمشاجرة بين احد الشباب المدرسة من خارج المدرسة، وكان يحمل معه خشبة بها مسمار. فوجئت أميرة اثناء المشاجرة بان هذا الشاب اعتدى عليها وتم فقع عينها اليمين كما تشاهدون معي. أميرة بنقول لك سلامتك وربنا يقومك بالسلامة. أميرة ايه اللي حصل؟ انا كنت داخله المدرسه. ايوه كانوا الدور دي ساعتها. ايوه كانوا العيال بتاع الصبح كانوا طالعه. ايوه والواد ده مش كان في المدرسه بتاعتي في الفصل الاولى، كان راح يجيب اخوه. في عيال بتقف كل يوم على السلام. اتفضلي. بتقف كل يوم على السلام. معلش يا حاج. والواد كان طالع يجيب لا اخوه. لا سيبني. الواد كان طالع يشوف اخوه، والعيال اللي واقفين على الباب ما رضيتش يطلعوه. وانا ومسكوا خناقه، والخشبه كان غريضه وفيها مسمار. وانا كنت ماشيه مع الطابور بالواد قدامي، الخشبه نزلت عليا. وقعت في الارض بقى ورحت المستشفى. لا سلامتك. قعدت بقى شويه كنت طالع في الاسعاف كان. ده كان جوه المدرسه يا اميره؟ ايوه كنت جوه المدرسه بعد الطابور يعني الخناقه كانت جوه المدرسه. أيوة. عملت انت ايه ساعتها؟ وقعت في الارض؟ انا اغمى عليا وقعدت شويه في الاسعاف كان. خدتك. سلامتك يا اميره، ان شاء الله تقومي بالسلامه يا اميره وربنا يشفيك يعني وحقك هيتجاب ان شاء الله. بنلتقي مع عم اميره. نتعرف بحضرتك. علي محمد. علي احكي لنا كده اولا سلامه اميره وربنا يقومها بالسلامه. احكي لنا ايه الموضوع بالظبط. الموضوع يا فندم ان احنا كنا هنا موجودين ولنا التليفون بيرن علينا. قالوا اميره اتضربت في المدرسه. مين اللي بلغك؟ اللي بلغنا اتصالات من المدرسه. انت هتتكلم. اتصالات الاستاذ اتصل علينا من المدرسه بلغنا. فاحنا جرينا على المدرسه، رحنا كنت انا ووالدتها وكان عمها التاني، رحنا المدرسه. لقيتوا ايه بقى هناك في المدرسه؟ لقينا دم في المدرسه، ولقينا اميره ركبت الاسعاف ومشيت على المستشفى. فطبعا انا بسال المدير يا فندم، بسال المدير بقول له هي اتعورت ازاي في المدرسه؟ بيقول لي ده بره. بيقول لي ده جايه من بره وفي ناس شاهده ان هي اتعورت بره وهي متعوره في قلب المدرسه. يعني ازاي ان هو المدير تبقى متعوره في المدرسه وهو يقول لي ده متعوره بره؟ وبعدين يا فندم رحنا المستشفى ما لقيناش اي علاج او اي حاجه في المستشفى. حولونا على القصر العيني في مصر. حصل ايه بقى؟ قالوا لك الحاله ايه بالظبط؟ الحاله يا فندم ان هي العين دي مش هتصلح تاني. خلاص على كده عينها دي مش هتصلح تاني. فاحنا عايزين حق الطالبه دي. احنا كده عايزين حق الطالبه دي. يعني ازاي ان هي عينها كده باظت كده؟ طيب ما خلص. ما خلص. طيب ما انت قاعده. اتفضل يا فندم. ما هي قاعده. طب ما احنا دلوقتي احنا عايزين حق. سبحان الله. اتفضل يا فندم. عايزين حق الطالبه دي. اتفضل. وازاي ان عيل زي ده وازاي ان عيل زي ده يا فندم يخش المدرسه ويضرب عيله بالنظام ده؟ هو فين المدرسين؟ فين المدرسين يا فندم اللي هم يقفوا؟ المدرسين ما بتروحش المدرسه، ما بتقعدش ساعتين. ما فيش مدرس بيروح المدرسه يقعد ساعتين، ما بيكملش ساعتين. يعني انا علمي مدرسين بيروحوا العصر والظهر بيدن عليهم وما تبقى هنا. اميره كل يوم بتروح المدرسه؟ كل يوم بتروح المدرسه. المدرسه بينها وبين البيت قد ايه؟ كام كيلو يعني؟ يعني حوالي 4 كيلو. بتاخدها مشي ولا؟ لا بتركب لو مؤاخذه الحمار. بتروح بالحمار؟ بتروح بالحمار يا فندم. مين اللي بيوصلها بالحمار؟ هي اخوها بيوصلها، اخوها صغير بيوصلها بالحمار كل يوم المدرسه. بيوصلها ويسيبها ويمشي. هي حضرت الطابور الصبح، هي اتكلمت وقالت يعني حضرت يا فندم. هي قبل ما تمشي من هنا ما كان فيها اي حاجه وكانت قاعده معانا يعني. فتره الصبح ولا لا هي فتره ما بتروح الظهر يا فندم. بتروح الظهر. وحصل بقى الواقع. انتوا عملتوا ايه بقى؟ عملتوا محضر شرطه؟ احنا عملنا لسه ما عملناش محضر، بس احنا مستنيين التقرير لما يجي. مش اتبلغت الشرطه؟ لا الشرطه المدرسه اللي مقدمه البلاغ دي المدرسه اللي مقدمه البلاغ عشان تحمي نفسها من اميره. اتكلم يا حاج. اتفضل يا فندم. دلوقتي المدرسه هي اللي قدمت البلاغ ده. احنا لسه ما قدمناش بلاغ. احنا مستنيين. محدش سأل فيكم لحد دلوقتي؟ لسه ما حدش يسأل. احنا مستنيين التقرير الطبي لما يطلع من القصر العيني.
مستنيين التقرير الطبي لما يطلع من قصر العين. عموما سلامة أميرة وربنا يشفيها يا رب إن شاء الله. حاج نتعرف بيك يا حاج، اتفضل. اتفضل نتعرف بحضرتك يا حاج. تعرف بيك يا حاج. احمد محمد. تقرب الأميرة يا حاج. سيدي. أهلا وسهلا. احكي لنا يا حاج إيه اللي حصل. ايه اللي حصل بقى؟ طبعا دي أخوها خد المؤاخذة الحمار، إحنا ما عندناش هنا لا عربية ولا مكنة، مفيش مواصلات ولا مفيش مواصلات ولا إحنا يعني خد على الحمار يوصلها. شايف حالتنا كده الحمد لله. الحمد لله خير إن شاء الله. خد على الحمار يوصلها. خد على الحمار يوصلها. شويه ما فيش ساعه زمن بصينا نلاقي اتصالات اشتغلت. في قالوا اميره ضربت في المدرسه والاسعاف خدتها ومشيت. طبعا ولينا على المستشفى العام بتاع سنورس، لقينا اتحولت على الفيوم. ورحنا الفيوم راحوا محولينها طبعا القصر، قالوا يعني مش هتنفع هنا. طبعا عينها اليمين اللي هي قدام. العين اليمين. العين اليمين. طبعا رحنا القصر عيني. قصر عيني. الدكاتره هناك طبعا خايفين وعارفين ان هي باظه، راحوا ماضيين الناس اللي هي وراها كلها هناك، قالوا كده تمضي على قرار ان هي كده عنها قرار. طبعا مضينا وعملنا طبعا عمليه، قالوا عملنا عمليه وخدوا بنتكم مروح. طبعا عشان حد يسال فينا بقى من اهل الواد، ما حد جانا حد يسال فينا، ودي بنت وحياتها اتدمرت. طب عينها دلوقتي خلاص عملوا عمليه في عينها؟ خلاص اتدمرت على كده. اتعمل لها عمليه ولا ما اتعملهاش؟ انا شايف عينها لسه تعبانه اهي. ما هي قالوا احنا عملنا العمليه كده وما الله اعلم، ما مخيطه ما نعرفش ايه نظامها بقى بالظبط. لسه هتروح تاني على يوم الحد تاني. لسه هتروح تاني. انا شايف عينها مقفوله. ما نعرفش هم بقى الدكاتره عملوا عمليه، ركبوا لها عدسه، ما نعرفش لسه. ما قالولكمش على الموضوع؟ لسه ما قالوا. هم عملوا بس ما نعرفش هم عملوا صرفتوا فلوس او حاجه للعمليه ولا مجانا العلاج هناك؟ لا دفعتوا فلوس؟ مجانا. دفعتوا هناك فلوس؟ مجانا كده مجانا. طب انت بتطالب بايه دلوقتي يا حاج؟ بنطالب بقى من الطفله اللي هيتدمر دي، عايز حقها يعني. عايزين حق البنت دي. والتسيب بتاع المدرسه اللي هو عايل ازاي عايل من بره المدرسه يخش يضرب في طالب جوه وهو مش من المدرسه خالص. ضربها بايه بقى؟ بخشبه فيها مسمار. يعني هو داخل يخانق. بيخانق في عيل تاني. ليه هو ليه حد في المدرسه ابنه ولا اخوه؟ لا اخوه في المدرسه. قال داخل يضرب عيل، كان برضه كان ضرب. كان بيضرب اخوه. عيل ضرب اخوه، دخل يضرب الطالب. فهي واقفه راح مديها. فبقى فالمدرسين فالامن على المدرسه دي. ماشي حاج. ربنا يشفيها حاج وبالتوفيق. متعرف برضه باحد اقارب اميره. نتعرف بيك. عبد الرحمن. عبد الرحمن. تقرب الاميره ايه؟ انا ابن عمها كبير. ممكن ترفع. اميره احكي لنا كده اللي حصل بالظبط. الاميره زي ما هي. والله اميره كان رايحه المدرسه زي ما بتروح كل يوم. اتفضل. وللاسف طبعا هي دخلت المدرسه، اخوها وصلها ورجع. فطبعا هي دخلت المدرسه اثناء الطابور، وولد مش من بره المدرسه خالص. في تانية اعدادي. فبيقولوا ده رايح يجيب اخوه، المدرسه بتقول ده جاي ياخد اخوه. فطبعا داخل يجيب اخوه ازاي ومعاه عصايه وفيها مسمار، ازاي اصلا انت دخلته من الباب؟ فطبعا دخل من الباب فبيهوش بالعصا على اخوه، فالعصايه جت في عين امير. طبعا المدرسه راحت عملت بلاغ في الواد عشان تخلي مسؤوليتها. الواقع كان داخل المدرسه ولا جوه المدرسه؟ الواقع كان داخل المدرسه، لكن المدرسين ومدير المدرسه قال لك الواقع. المدرسين والمدير المدرسه قال لك دي بره المدرسه. المدير والمدرسين قالوا ده بره المدرسه، لكن الحادثه حصلت جوه المدرسه، والبنت قالت انا اتعورت جوه المدرسه. طب المطلوب ايه دلوقتي؟ المطلوب احنا حضرتك دلوقتي بنناشد دلوقتي ازاي البنت دي عندها 10 سنين، احنا عايزين حق البنت. احنا دلوقتي كده بنطالب بحق البنت. هي في 5 ثانوي ولا 5 ابتدائي؟ عندها 10 سنين، هي دلوقتي في 5 ابتدائي. بس فاحنا عايزين حق البنت اللي اتدمرت دي عندها 10 سنين، هتفضل عايشه بالاعاقه دي لحد ما تقابل رب كريم. فاحنا دلوقتي كده احنا عايزين حق البنت، بس ده اللي احنا بنناشد بيه. بس احنا كده عايزين حق البنت، وربنا يجزيكم خير يعني. يا رب. الحاجه ممكن حاجه مرات عمها طبعا متقابل مع مرات عمها. نتعرف بيكي. انت تودي بنتك المدرسه ترجع بعيد واحده. ترى الاميره مرات عمها. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان هي كانت رايحه المدرسه وخشت المدرسه بتاعتها، وهم مسكوها العيال قعدوا يدبوا اخوها الواد اللي كان معها خبطوا. محدش سال فيها، محدش قال لها انتفاع. ودي بنت ان احنا نسيب حقها فيها. انتوا بتطالبوا بحقها؟ ايوه بنطالب بحقها. بنطالب بحقها ان شاء الله. هو يسيبوا عيل زي دي كده تضرب فيه في المدرسه. ربنا يشفيها يا رب كده ان شاء الله وتقوم بالسلامه. شكرا لك يا حاج. اتفضل. نلتقي ايضا مع احد اقاربها. اتعرف بيك. علي محمد. علي. تقرب لاميره ايه؟ انا ابن عمها يعني. اهلا وسهلا. احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط يا علي وايه المطلوب؟
يا فندم أميرة دخلت المدرسة ما فيهاش أي حاجة، وعيل من بره المدرسة دخل ضربها على عينها. يعني لو يعني مثلا بسأل المدير بيقول لي ده من بره المدرسة. بسأل أنا المدير من بره المدرسة. هو فين المدرسين وفين المدير وفين الإشراف وفين المدارس؟ فين المدارس؟ والإشراف هو فين المدارس؟ هو يعني المدرس عايز أهم حاجة يقبض فلوس وخلاص؟ يعني هو اهم حاجه يقبض فلوس ولا بيروح يعلم العيال؟ انا عايز افهم حاجه، المدرس ده بيروح المدرسه يقبض فلوس ولا بيروح عشان المفروض المدرس تبقى قبل الطالب في المدرسه؟ المفروض الطالب يعني المدرس يقابل الطالب في المدرسه، يقابله، مش يروح يستنى الطالب يقعد ساعتين ثلاثه لما المدرس يجي له. في تليفون هناك كتير. اتفضل تليفون. اتفضل يا فندم. وكده احنا كده عايزين حق البنت دي. احنا كده عايزين حق البنت اللي عينها باظت دي. يعني ده حتى ما يرضيش ربنا. دي اللي بيحصل دي ده ما يرضيش ربنا. اللي بيحصل دي ده ما يرضيش ربنا. يعني انت بتطالب بحق اميره دلوقتي؟ ايوه احنا بنطالب بحق اميره. امال احنا كده ما فيش حاجه ان احنا نطالب بحقها. عشان عينها اللي هي باظت ديت. احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. ربنا سبحانه وتعالى طبعا قدير يعني يديكم حقكم يعني. يا رب يا رب. حد يتكلم؟ اتفضل. طبعا دي اختها. تعالي يا اميره، نلتقي مع اخت اميره. تعالي قربي شويه من اميره. اسمك ايه؟ شهد. شهد. انت اخت اميره في مدرسه ايه حضرتك؟ انا في معهد بداية ترسم. ايه اللي حصل بالظبط لاميره اختك؟ احكي لنا كده. اميرة اختي كانت داخله المدرسه وفي واحد كان بيضرب اخوه، واحد ضرب اخوه، فهو واحد في سنه اولى اعدادي راح عشان يضرب ضربه. فاميره ماشيه في الواد راح ضربها بالعصايه جت في اميره. محدش سال فيها. لما اصحابها لقوها بتشرب دم كتير شالوها ودوها عند المدير. قعدت شويه وضرب اسعاف جنبها. وايه اللي حصل؟ وانت بقى طبعا زعلانه على اميره طبعا، متضايقه يعني. بتطالبي بايه بقى؟ بطالب بحقها. نعم؟ طالبه بحق يا اميره اختك. باذن الله ربنا يديها يا رب. شكرا ليك. ما زلنا اعزائي ومتابعي موقع صدى البلد هنا مع اسره اميره وآل اميره. اميره انت عايزه ايه بقى؟ ايه اللي طالباه دلوقتي؟ عايزه حقك؟ عايزه ايه دلوقتي؟ ايه اللي طالباه؟ طالبه حقك؟ نعم؟ طالبه ايه؟ طالبه حقك؟ وعينك تخف ان شاء الله. ماشي يا امير، ربنا ان شاء الله يشفيك يا رب وتقوم كده بالسلامه. شكرا اعزائي. أعزائي متابعي موقع صدى البلد في كل مكان، كنا معكم من خلال البث المباشر لمأساة الطالبة أميرة محمود أحمد، الطالبة بمدرسة الكويت الجديدة بقرية ترسا بمركز نورس محافظة الفيوم، والتي تعرضت لحادث مشاجرة داخل المدرسة بعد أن قامت بتحية العلم وطابور الصباح. فوجئت أميرة بمشاجرة داخل المدرسة، أحد الشباب يدخل المدرسة ويقوم بضرب طالب داخل المدرسة انتقاما منه لقيامه بضرب شقيقه. فقام أثناء الضرب معه خشبة لتستقر المسمار في الخشبة في عين أميرة التي تم إجراء عملية جراحية لها في القصر العيني، وتم فقع عينها نهائيا كما تشاهدون معي هذه المأساة لهذه الأسرة الفقيرة. شكرا لكم أعزائي المتابعين ومشاهدي موقع صدى البلد في كل مكان على هذا البث المباشر، ونترككم على خير. هنا انتهت واحد ضرب